تخيل أن تستيقظ صباحاً على صوت إشعار عابر في هاتفك، رسالة قصيرة، فيديو مدته 30 ثانية، صورة غامضة أو خبر عاجل يبدو صادماً. خلال دقائق تبدأ التعليقات بالانفجار، تتصاعد الاتهامات ويتحول الغضب إلى خوف ثم إلى كراهية. في البداية يبدو الأمر وكأنه جدال عادي على الإنترنت، كلمات غاضبة، آراء متضاربة ومقاطع فيديو يتناقلها الجميع بسرعة مذهلة. لكن خلف هذه الفوضى الرقمية شيء أخطر يتشكل بصمت، شيء لا يرى بالعين المجردة. سؤال مرعب يفرض نفسه: هل يمكن لمنشور واحد أن يشعل حرباً؟ قد تبدو الفكرة مبالغاً فيها، لكن التاريخ الحديث يقول شيئاً مختلفاً تماماً. فالحروب لم تعد تبدأ دائماً برصاصة أو دبابة، أحياناً تبدأ بصورة مفبركة، بإشاعة، بفيديو مجتزأ، أو بخبر كاذب يلامس أكثر المشاعر حساسية لدى الناس: الخوف، الغضب والانتماء. في عالم يقضي فيه البشر ساعات طويلة أمام شاشاتهم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مجرد منصات للتسلية أو الأخبار. لقد تحولت بهدوء إلى ساحة معركة ضخمة، معركة لا تخاض بالسلاح التقليدي بل بالمشاعر والخوف والتلاعب بالعقول. لكن كيف يحدث ذلك؟ لفهم الصورة علينا أولاً أن ندرك حقيقة صادمة: المنصات الرقمية لا تعمل بالطريقة التي تظنها. كثيرون يعتقدون أن ما يظهر أمامهم على الشاشة مجرد محتوى عشوائي، لكن الحقيقة أن خلف كل منشوراتهم خوارزمية تراقبك، تعرف ماذا تحب، ما الذي يغضبك، ما الذي يخيفك، ما الذي يجعلك تبقى وقتاً أطول أمام الشاشة. وهنا تبدأ المشكلة، لأن أكثر ما يجذب البشر ليس الهدوء بل الصدمة، الغضب، الخوف، الفضائح والاستفزاز. كلما كان المحتوى مستفزاً أكثر، زادت احتمالية أن تضغط مشاركة أو تكتب تعليقاً غاضباً أو ترسله لأصدقائك. بالنسبة للخوارزمية هذا نجاح. لا يهم إن كان المحتوى صحيحاً أو كاذباً، المهم أنه يجذب الانتباه. تخيل الآن مجتمعاً يعاني أصلاً من توتر سياسي أو انقسام ديني أو أزمة اقتصادية خانقة، يكفي مقطع فيديو واحد ليتغير كل شيء. فيديو يظهر اعتداء عنيفاً، عنوان غاضب، اتهام مباشر، رواية مجهولة المصدر، وفي غضون ساعات تبدأ الروايات المتضاربة. انظروا ماذا فعلوا، هذه مؤامرة، لقد بدأوا الهجوم، وفجأة تتحول الحقيقة إلى ضحية أولى. الناس لا تنتظر التحقق، الغضب أسرع من التفكير، الخوف أسرع من المنطق، والكراهية تنتشر بسرعة مرعبة. الأخطر من ذلك أن كثيراً من هذه المواد قد لا تكون حقيقية أصلاً. في أحيان كثيرة تكون صورة قديمة من حرب أخرى، فيديو من بلد مختلف، أو مشهد جرى اقتطاعه بعناية ليبدو شيئاً آخر تماماً. لكن عندما يكون الناس خائفين أو غاضبين فإنهم لا يسألون كثيراً، بل يصدقون ما يناسب مخاوفهم. وهنا يظهر سلاح جديد في العصر الحديث: التضليل الرقمي. لم يعد الأمر يحتاج إلى جيوش ضخمة أو أجهزة دعائية تقليدية. اليوم يمكن لحسابات وهمية وجيوش إلكترونية صغيرة أن تدفع مجتمعاً كاملاً نحو الانقسام. آلاف الحسابات، صور شخصية مزيفة، أسماء تبدو حقيقية، تعليقات غاضبة تكتب بشكل منظم، هاشتاجات تنتشر فجأة، وفجأة يشعر الناس أن الجميع غاضب، أن البلد كله يغلي، حتى لو كان جزء كبير من هذا الغضب مصنوع. وهكذا تتحول الإشاعة إلى حقيقة شعبية، ثم إلى خوف جماعي، ثم إلى انقسام، وفي بعض الأحيان إلى عنف حقيقي. لقد شهد العالم أمثلة مقلقة على ذلك. في بعض الدول اتهمت منصات التواصل بالمساهمة في نشر خطاب الكراهية ضد مجموعات دينية وعرقية، بعدما انتشرت منشورات تحريضية ومعلومات مضللة بشكل واسع وسط غياب الرقابة والتدقيق. وفي أماكن أخرى أدت إشاعات كاذبة انتشرت خلال ساعات إلى أعمال عنف في الشوارع، قبل أن يتضح لاحقاً أن القصة الأصلية لم تكن دقيقة أصلاً. لكن المشكلة ليست فقط في الأخبار الكاذبة، المشكلة الأعمق هي ما يسمى فقاعات الرأي. تخيل أنك تدخل غرفة لا تسمع فيها إلا أشخاصاً يشبهونك، يفكرون مثلك، يغضبون من الأشياء نفسها، يكررون القناعات ذاتها.
مع الوقت تبدأ بالاعتقاد أن رأيك هو الحقيقة الوحيدة، وأن الطرف الآخر ليس مختلفاً فقط، بل خطر، عدو، تهديد. هكذا تتشكل الانقسامات الحادة، ليس لأن الناس ولدوا يكرهون بعضهم، بل لأنهم عاشوا طويلاً داخل عوالم رقمية مغلقة. كل طرف يرى أسوأ نسخة من الطرف الآخر، كل جماعة تسمع قصصاً تؤكد خوفها، كل شخص يصبح أكثر تطرفاً قليلاً دون أن يشعر. ثم يأتي الشرارة، خبر، فيديو، حادثة غامضة، جريمة مجهولة التفاصيل، وفجأة يشتعل كل شيء. في الماضي كان انتشار الشائعات يحتاج أياماً أو أسابيع، أما اليوم فقد يحتاج 10 دقائق فقط، وربما لهذا السبب أصبحت الحقيقة أبطأ من الكذبة. الكذبة تصل أولاً، تثير الغضب أولاً، وتترك أثرها أولاً. حتى عندما تظهر الحقيقة لاحقاً يكون الأوان قد فات. لكن هناك شيء أكثر إثارة للخوف يلوح في الأفق: الذكاء الاصطناعي. اليوم يمكن صناعة فيديو كامل لشخصية سياسية تقول أشياء لم تقلها أبداً. يمكن اصطناع صوت، وجه، تعبيرات، خطاب كامل، كل شيء يبدو حقيقي إلى درجة قد تجعل ملايين البشر يصدقونه. تخيل لحظة توتر سياسي أو احتقان طائفي، ثم ينتشر فيديو مزيف لزعيم أو رجل دين أو مسؤول يدعو للعنف. كم شخص سيتحقق؟ وكم شخص سيتصرف بدافع الغضب؟ هنا يصبح السؤال مخيفاً فعلاً: هل ما نراه على الإنترنت حقيقي أصلاً؟ أم أننا دخلنا عصراً يمكن فيه للكذبة أن تبدو أكثر إقناعاً من الحقيقة نفسها؟ لكن ربما السؤال الأهم ليس هل تستطيع وسائل التواصل إشعال حرب أهلية، بل هل نحن مستعدون أصلاً لمواجهة هذا الخطر؟ لأن المنصات ليست شريرة بطبيعتها، هي مجرد أدوات، لكن الأداة نفسها قد تبني مجتمعاً وقد تحرقه. المشكلة تبدأ عندما يتحول الهاتف في يد الإنسان إلى نافذة دائمة للخوف، عندما يصبح الغضب إدماناً وتتحول الشائعة إلى وقود. في النهاية ربما لن تبدأ الحرب القادمة بصوت انفجار، ربما لن تبدأ بطائرة أو صاروخ، ربما ستبدأ بشيء أبسط بكثير: إشعار صغير، فيديو غامض، منشور مجهول المصدر، ولحظة غضب لم يتوقف أحد ليسأل فيها: هل هذا حقيقي فعلاً؟